الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يتغير ولا يموت. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا غيره ولا يعول إلا عليه، يبدئ ويعيد، وهو الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخلل ويسمح. سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ربنا الأعلى، رب الملائكة والروح. سبحان الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأراضيه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم وأعطى كل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. سبحانه عز وجل قسم الرزق وقدر، سبحانه عز وجل وله الحمد. سبحانه، سبحانه الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. سبحان من قلوب العباد ونواصيهم بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وطمعت بكرمه آمال المحسنين. سبحانه يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الحصى والرمال. يا من بابه مناخ الآمال ومحط الأوزار، يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة. إلهنا اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنات منعمين، ولجمال وجهك ناظرين، ولجمال وجهك ناظرين.
اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير والبشير النذير. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا، وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا، وواليت إلينا برك مدرارا، فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا، ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النارا، ولا تهلكنا يوم البعث فتجعلنا بين الناس عارا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلا وانكسارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. اللهم واخلص به ضمائرنا وأصلح به سرائرنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا واغسل به دنس خطايانا. اللهم إنك سميته مبارك فارزقنا به من كل بركة، وجعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم جد علينا بجزيل النعماء وأسعفنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح وفي المساء. اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك. اللهم رقبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم يا من خضعت له رقابنا وفاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له أنوفنا،
لا تجعلنا بدعائك أشقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين. اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا ما رجاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه. اعتصمنا بك ربنا، استدفعنا شر خلقك بك، توكلنا عليك، تعلقنا ببابك، لذنا بجنابك، لجأنا إليك، لجأنا إليك. إلهنا إن كنا مقصرين في حفظ حقك والوفاء بعهدك، فأنت تعلم صدقنا في رجائك وخالص ودك. اللهم أنت أعلم بنا منا، فبكمال جودك تجاوز عنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. إلهنا وقف السؤال ببابك، وصاموا شهرك وسمعوا تلاوة كتابك، منة منك وتكرما. إلهنا كما مننت عليهم بذلك، فمن علينا وعليهم بالقبول والإجابة. إلهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك، وخجل العاصون حياء من مراقبتك. إلهنا إن عذبتنا فمن ذا الذي يرحمنا، إن عذبتنا فمن ذا الذي يرحمنا، وإن تركتنا فمن ذا الذي يؤوينا. إلهنا إن أبعدتنا فمن ذا الذي يقربنا. إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين، فمن للمقصرين أمثالنا. وإن كنت لا تقبل إلا من الطائعين، فمن للمذنبين أمثالنا. إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد عليها، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. إلهنا أي داع دعاك فلم تجبه، فأنت الذي دللت بجودك عليك، وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال إليك. إلهنا أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، إن أجسادنا على نارك لا تقوى. يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا عزيز يا غفار. إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجتنا فقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا،
إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا يا حرزنا يا مفزعنا حقق توبتنا واقبلها واشف قلوبنا واحفظها وحقق توبتنا واقبلها. اللهم ارزقنا الخلد في جناتك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع عنا رجاءك واقطع رجانا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك. اللهم اقبل علينا بحنانك وعطفك واحرسنا بعينك وعونك وعونك واخصصنا بأمنك ومنك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعانا وثبت حجتنا واغفر ذنوبنا وثبت ألسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات وزحزحنا عن النار وأدخلنا فسيح الجنان يا رفيع الدرجات. اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا واسع يا واجد يا ماجد يا غني يا جبار يا قهار يا رحيم يا رحمن إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر الكريم اللهم فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد بعد البلا يا كافي المتوكلين عليه انقطع رجاء أمواتنا المسلمين الموحدين إلا منك وخابت ظنونهم إلا فيك وضعف اعتمادهم إلا عليك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم وارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم اجعل القبور لنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم أنزل من بركات هذا الشهر ومن بركات هذه الليلة ومن بركات ليلة القدر. اللهم انزل من بركاتها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل السجود من الصالحين في سجودهم. اللهم وانزل من بركاتها على والدينا. اللهم وانزل من بركاتها على والدينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا. اللهم احفظ والدينا. اللهم احفظهما بحفظك واحرسهم بعينك وعونك واخصصهم بأمنك ومنك. اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم أبدا ما بقيتهم. اللهم اجعل خير أعمالهم آخرها وخير أعمالهم خواتمها وخير أيامهم يوم أن يلقوك وأنت راض عنهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين
وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يريدون إعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم واحفظ جنودنا الذين يرابطون على حدود بلادنا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم وسدد رميهم، اللهم وسدد رميهم، اللهم وسدد رميهم. اللهم وارحم موتاهم وتقبل شهداهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والمجرمين المفسدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن كفرونا واستحلوا دماءنا. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم انتقم منهم. اللهم واكفنا شر الأشرار وكيد المتآمرين وغلو الجاهلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن معهم ولا تكن عليهم، آوِ طريدهم، آوِ طريدهم. اللهم واطعم جائعهم، اللهم وأمن خائفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ المبتعثين والمبتعثات، اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. واكفهم شر الإلحاد والكفر، واكفهم شر الخمور والمخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. احفظ عليهم دينهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم يا ربنا واجعلهم صالحين مصلحين مهتدين. اللهم واجعلهم من الراشدين. اللهم يا ربنا واحفظ النساء الحاضرات خاصة، اللهم واحفظ النساء الحاضرات خاصة والنساء عامة. اللهم اجعلهن تقيات مستترات. اللهم يا ربنا واجعلهن بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات. اللهم وانزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من رحماتك ترحم بها صغيرهم وتحفظ بها كبيرهم وتشفي بها مريضهم وتزوج بها عزبهم وتكن معهم يا ذا الجلال والإكرام ولا تكن عليهم. اللهم كن لأخواتنا المطلقات والأرامل، اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحم صاحبة هذا الجامع المبارك. اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز، اللهم وارحمها برحمتك الواسعة. اللهم وانزل عليها في قبرها من شآبيب الرحمات ووسع لها في قبرها مد بصرها. اللهم ووفق من كان في سببا في اجتماعنا في هذا الجامع المبارك. اللهم وفق من كان سببا في اجتماعنا في هذا الجامع المبارك. اللهم بارك له في ماله وولده، اللهم بارك له في ماله وولده. اللهم أسعده ووفقه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا ويا سيدنا، اللهم ها هو شهر رمضان قد دنا رحيله وتصرمت أيامه. اللهم من كان منا محسنا فزده نعيما وإحسانا، ومن كان منا مسيئا فتجاوز عنه يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد ما غردت الأطيار، وصل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.